ختاما وفي وسط مدينة عنابة خطف الشاب عبد الغني زيان الأضواء بأعماله التطوعية المتمثلة في تنظيف البلوعات، زرع مختلف الأشجار والأزهار والحرص على سقيها باستمرار، وكذا تنظيف المحيط بما فيه مواقف الحافلات وغيرها من الأعمال الخيرية، ما جعله يحظى باحترام الجميع. نتعرف عليه في بورتري تقرير لزهير الشطب. هذا الذي أمامكم ليس بمهندس نظافة، إنما هو متطوع من منطقة الطباكوب بعنابة، سخر وقته جهده وحتى ماله للقيام بمجموعة من الأعمال الخيرية لتزيين المحيط. ولأن أول الغيث قطرة، هكذا ولدت الفكرة. جاتني الفكره تاع نعمل لي جريد بروتيكسيون هذوما باش الشيء اللي يدخل للداخل ريكوبيريوه حنا كل نهارين باش ما تبقاش الدنيا تغرق لنا. راني عودت كاريمو تقريبا 80% البلوعات برينسيبال اللي يعدي فيهم لو سيركوي تاع لي زويزي. خرسنا اشجار، خدمت الرصيف هدايا. صيانة البلوعات، غرس الأشجار والأزهار وسقيها، تنظيف الشارع ودهنه وغيرها من الأعمال نالت استحسان الكثيرين، خصوصا أنه دأب عليها منذ سنين. وما كانش واحد ينظف في الكارتي كما هو ينوض يجي الصباح بكري يجي وحنا نلقاوه نيطواي قدامنا كامل ويحوس يدخل جنة قبلنا. ينقذها كاملة بالتيو، ينقذ الرقارات، ما يخلي حتى حاجة. يسقي السجار الكل، ينظفهم، يصبغ، يدير، يعني ما شاء الله، يعني الحق ينباع. بالجمعة يجي نيطواي بالجمعة، ما جاني الناس قاعدة يروح يحوسوا بولادهم ويجي يطواي. أنا ما خدم على ما يحب عنابة. عبد الغني زيان يحلم بتوسيع فكرة تطوع لما فيه الخير وانفع الغير. الحمد لله حينا المنطقه هذه خدمناها والحمد لله. احنا ماذا بينا اليوم الاحياء الاخرين يزيدوا يخدموا كما احنا ماذا بينا تكون مسابقه باش نشوفوا وش هي انظف حي واجمل حي في مدينه عنابه، وبهذه عنابه ترجع عنابه لاكوكات. زيان اسم على مسمى، به وبأمثاله عنابة ستعانق القمة.